ناخد الدواء يا دكتور وما بيجيبش نتيجه. مساء الفل ومساء جبر الخواطر. كالعاده احنا في عيادات صحتي. النهارده احنا مع الدكتور خالد، استاذ دكتور الاطفال. عايزين نساله سؤال في سؤال وجواب. احنا عايزين نعمل وقايه لاطفالنا، تقدر تنصحنا ازاي ان انا اقدر اعمل وقايه، وخصوصا في نزلات البرد والجو المتقلب دلوقتي؟ تمام، احنا طبعا يعني بنحيي حضرتك على السؤال، لان هو طبعا تحت عنوان كبير معروف في الطب، وهو الوقايه خير من العلاج. جميل. النقطه اللي احنا يهمنا نركز عليها في الايام دي هي التغذيه السليمه، ودي رقم واحد. جميل. عشان نختصر على الناس الموضوع، مش هنحط تفاصيل كتير، ولكن هنقول انه فيتامين ج او اللي بيسموه فيتامين سي هو من اهم الحاجات لحمايه الانسان من العدوى الفيروسيه. فيتامين سي بيسموه بالانجليزي سيمنت اوف ذا سيل، يعني اسمنت الخليه. بيشبهوه كده ان هو بيخلي الخلايا ملتصقه فتمنع اختراق الفيروسات. يبقى انا اوفر لاولادي وبناتي البرتقال والليمون والاستفندي والطماطم وما اكثر الحاجات دي في بلادنا، والحمد لله اسعارها مش عاليه ولا حاجه. نمرة 2 التهوية الجيدة. مهما كان الجو بارد لازم وجود مصدر تهوية جيدة في البيت، عشان التهوية اللي غير جيدة بتساعد على انتقال العدوى بالرذاذ، ودي حاجة مشهورة جدا. نمرة 3 لو لا قدر الله ابني أو بنتي عيه، لازم ألتزم بالعلاج حسب الوصفة الموصوفة لي من الدكتور، عشان ما يحصلش حاجة اسمها مقاومة، وده موضوع على مستوى العالم دلوقتي موجود، اسمها مقاومة المضادات الحيوية. ناخد الدواء يا دكتور وما بيجيبش نتيجة. ليه؟ لاني خدته بجرعه مش مظبوطه، او خدته وما كملتش الدواء لانه ابني اتحسن رحت موقف العلاج، او ما رجعتش الطبيب في الاستشاره ما كانش عندي وقت. دول الثلاث اعمده الرئيسيه اللي ممكن ربنا يعافينا من اي امراض لو التزمنا بيهم، وحتى لو عينا يبقى هناخد علاج ان شاء الله مش هيستدعي ان احنا نرجع الطبيب تاني على فترات واسعه. كان معاكم الدكتور خالد عبد الحارس، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده، ونطمن على صحتكم دايما من خلال صحتي. شكرا.